سنابل اف ام تقدم برنامج المستمع المذيع. المستمع المذيع نافذة على العالم ومنبر لكل الناس. أنت المعد، أنت المقدم، أنت المخرج، ونحن المستمع. المستمع المذيع على أثير إذاعة سنابل اف ام. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا بكل خير في هذه الحلقة المميزة من برنامج المستمع المذيع، ولنتعرف على مذيعنا المستمع ومن أي بلد. ابقوا معنا. مرحبا، أنا من مستمع إذاعة سنابل اف ام، واسمي فيفي غطاس. بقدم لكم الحلقة دي إهداء من بلدي مصر الشقيقة إلى سوريا عبر أثير إذاعة سنابل اف ام وبرنامجنا المستمع المذيع. تحية للأستاذ بشار الضلي. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مقتطفات كيميائية. وهنبتدي حلقتنا النهاردة عن الطب في كيميت. الكيميتيون هم أول من تعلم الطب وعلم الدنيا. تركوا لنا الدليل على جدران معبد كومومبو. بنشوف هناك أدوات طبية وجراحية عديدة كانت بتستخدم في مختلف فروع الطب. مثلا في مجال طب الأسنان كان في أدوات لحشو وخلع وجراحة الأسنان، وأدوات تانية لإجراء فتح أو استئصال وخياطة. ونرى أيضا كاسات الهواء والمشارط والفوط وأدوات فحص أمراض النساء، وأنابيب لتحليل البول بهدف تحديد نوع الجنين وتحديد أمراض أخرى. برع المصريين أيضا في عمليات التربنة، وهي عمليات في المخ شديدة الدقة. هم أول ناس اخترعوا وسائل تحديد النسل، وأول من استخدم التخدير في العمليات الجراحية. الكيميتيون هم اللي ابتكروا الأجهزة التعويضية، لأنه يوجد مومياء لها قدم تعويضية من الخشب، ودي حاجة مذهلة. ننتقل لمجال العيون. ذكرت بردية إبرس إنهم صنعوا قطرات للعين واستخدموا ريش النسر للتقطير. مثلا يوجد قطرة للرمد الحبيبي تتكون من مستخلص بودرة الجرانيت والنطرون الأحمر المحروق، أو بودرة كبريتات رصاص، وقطرة تانية لعلاج التهاب الجفون يتم تركيبها بنقط من الصبار والنحاس والمنقوع، منقوع ورق الصمت المغلي الغني بالمواد القابضة. مش بس كده، دول ابتكروا كمان وعالجوا المية البيضاء المعروف بالكاتاراكت، وكانوا بيعالجوه بتعويذات سحرية بالإضافة إلى مزيج من الملاكيت والعسل وحب العزيز. الطبيب في كيميت كان صيدلاني، كان هو اللي بيقوم بالتشخيص وكتابة العلاج، وهو برضو نفسه هو اللي بيقوم بتركيب الدواء. وكانت الأدوية كلها طبيعية تتكون من الأعشاب. وتكمن براعة الطبيب بقدرته على إيجاد دواء من الأعشاب المتوفرة في كل فصل من فصول السنة. المصريين القدماء ما نسيوش المية السخنة لتعقيم الأدوات قبل استخدامها، مما يدل على علمهم بوجود الميكروبات. اخترعوا كمان كرسي الولادة لتخفيف آلام أثناء الولادة والوضع. التاريخ ذكر لنا أسماء أطباء كتير جدا، منهم أمنحتب طبعا اللي صار إله للطب والعمارة في كيميت وعند الإغريق. أمنحتب عاش في عصر الملك زوسر. حسي رع أول طبيب أسنان، ومعناه ممدوح رع، وكان أول طبيب أسنان في التاريخ. عاش الطبيب حسي رع في الأسرة الثالثة عام 2700 قبل الميلاد،
ودفن في سقارة. وفي سقارة أيضا عاش الطبيب عنخ محور. عنخ محور طبيب عاش في الأسرة السادسة في عصر الملك تيتسي، وليه مصطبة شديدة الجمال. أما عن الطبيب الأشهر فهو الطبيب سنوحي اللي عاش في الدولة الوسطى الأسرة ال12، وقصته مخلدة في بردية شهيرة بتحمل اسمه. الطبيبة ميرت بتاح معناها محبوبة بتاح من الأسرة الثالثة، وهي أول طبيبة أنثى في التاريخ. كذلك في الأسرة الرابعة من عصر الملك خوفو كبيرة الأطباء، وتدعى سيشت عام 2500 قبل الميلاد، وهي أول طبيبة نساء في التاريخ. كان لقب سيشت خصص لها، وكان بمعنى السيدة عميدة أطباء النساء. وكان ليها ابن كاهن اسمه أخت حتب. الطبيب بصفة عامة في اللغة المصرية القديمة يسمى سينوف، والممرض كان بيسمى أوت. الكيميتيون أول من أنشأ المستشفيات، وكانت ملحقة بالمعابد تقدم الخدمات الطبية لكل أفراد الشعب. ولم ينسى المصريين علاج الحيوانات أيضا، فتخصص بعض الأطباء في الطب البيطري، وهو ما كشفت لنا عنه برديات اللهون الطبية. في عندنا كمان بردية اسمها إدوين سميث، بردية عظيمة جدا، بس مش هقراها غير بعد ما نرجع من الفاصل. مستنياكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقتنا من برنامج المستمع المذيع. حلقتنا النهاردة عن مقتطفات كيميائية. نرجع لبردية إدوين سميث. بنتكلم عن بردية مصرية اسمها إدوين سميث، هي من أقدم النصوص الطبية المصرية. اتسمت بالاسم ده لأن اللي اشتراها كان إدوين سميث، واشتراها من أحد تجار الآثار في الأقصر في عام 1862. وبيرجع تاريخ البردية للأسرات 16 وال17، يعني حوالي سنة 1600 قبل الميلاد، يعني في عصر الانتقال الثاني. طول البردية يصل ل5 أمتار، مكتوبة بالخط الهيراتيقي والحبر الأسود والحبر الأحمر. البردية دي قدمت معلومات واضحة تشهد بالتقدم العلمي المذهل للطب في مصر القديمة. احنا ما نعرفش بالظبط اسم الطبيب أو الأطباء اللي كتبوا البردية دي، إلا إنه من المرجح أن تكون البردية قد استعانت بنصوص أقدم وخبرات متوارثة، ربما ترجع إلى عصر إمحتب الطبيب والمهندس والحكيم الأشهر في التاريخ الإنساني كله، يعني الأسرة الثالثة. إمحتب عاش في عصر الملك زوسر. مفيش شك طبعا إن كل الأطباء اللي جم بعده اتعلموا منه ونقلوا عنه، لدرجة إن الإغريق وصل بيهم الأمر إن هم قدسوه واعتبروه إله الطب والعمارة. ودايما بنقول إن أبوقراط هو أبو الطب، لكن يعتقد إن إمحتب أحق بهذا اللقب. إمحتب هو أبو الطب الحقيقي. الأطباء اللي كتبوا هذه البردية أعطوا أهمية قصوى للمسائل الجراحية. النص بيوصف 48 حالة متنوعة ما بين كسور وجروح وأورام. البردية بتوضح طبيعة كل إصابة والطرق النموذجية لمعالجة هذه الإصابات. إصابات الرأس، ثم إصابة الرقبة،
وذراعين والجزم، وتستمر في الوصف بترتيب تشريحي تنازلي. البردية أيضاً بتشرح طرق الفحص الموضعي عن طريق اللمس والشم أو أخذ النبض. بعد الفحص يقوم الطبيب بالتشخيص، وبعدها بيقوم بتحديد العلاج. الأطباء في كيميت كانوا بيستخدموا طرق كتيرة في العلاج، من بينها إغلاق الجروح بالغرز، التضميد مثلا، والتكبير. الكمادات كانوا بيلجأوا لها لمنع وعلاج العدوى، مثلا كمان عن طريق العسل ووقف النزيف. بحاجة غريبة جدا، بيوقفوا النزيف باللحم الني. كان الطبيب بينصح المريض كمان بعدم الحركة إذا كانت الإصابة في الرأس أو في الحبل الشوكي، بالإضافة إلى كسور الجزء السفلي من الجسم. في الحالة دي برضو كانوا بينصحوا بعدم الحركة. بتوضح البردية تأثير إصابات الدماغ على الوظائف الحسية والحركية اللي بتصل أحيانا إلى حد الشلل. الباحثين في بردية إيدون سميث كانوا بيعتبروها إن هي بردية بتدرس حالات الإصابة الناتجة عن إصابات المعارك العسكرية، بس كمان ما نسيوش يخصصوا جزء لأمراض النساء، وهي أيضا أول بردية في التاريخ بتصف سرطان الثدي. بردية إيدون سميث تعتبر وثيقة فريدة من نوعها، لأن البرديات الطبية الأخرى اللي وصلت إلينا كانت دايما بتخلط بين الطب والطقوس الروحية السحرية، زي بردية إيبرس في معركة قادش. وبعد بردية إيدون سميث هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم مرة تانية. وبعد الفاصل رجعنا لكم في برنامج المستمع المذيع، وحلقتنا مقتطفات كيميائية. وناخد لمحة كده صغيرة عن كنوز توت عنخ آمون. على فكرة هو مش من أهم ملوك كيميت ولا أكثرهم إنجازات ولا حاجة، لكنه الأشهر ببساطة جدا، لأن مقبرته هي المقبرة الملكية الوحيدة اللي اتلاقت بكامل محتوياتها، في حين كل المقابر الأخرى اتعرضت للنهب والسرقة من آلاف السنين. وبفكركم إن اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون هو هيوارد كارتر، العالم البريطاني، في 4 نوفمبر 1922. طبعا كارتر لما دخل المقبرة أصيب بالذهول من حجم الكنوز اللي لقاها قدامه في حالة حفظ جيدة جدا، لأنها جديدة ولم تستعمل قط. ناخد كمان مقتطفة عن إيزيس الزوجة الوفية، وهي ابنة الملك جيب إله الأرض ونوت إلهة السماء. أصل كلمة إيزيس هو إست، وتحولت لست بمعنى امرأة باللغة العربية. هي كمان الملكة إيزيس أعادت جميع أشلاء زوجها إيزوريس بعد أن قتله الأخ ست إله الشر. ساعدت ابنها حورس على استعادة عرش أبيه. ممكن نلقي نظرة كمان على بعض العادات موجودة معانا وعايشة لحد الآن، وهي أصلها قديمة جدا. نبص مثلا سبوع المولود. ليه بنحتفل بالمولود الجديد بعد 7 أيام؟ ليه مش 5 أيام مثلا أو 8؟ أرسلت الإلهة إيزيس 7 مرضعات لابنها حورس، لكنه رفض جميعا حين أرسلت له في اليوم السابع حتحور، اللي نجحت في إرضاعه وإنقاذه من الموت جوعا. واحتفلت إيزيس بنجاة ابنها حورس، واحتفظ المصريين بالعادة دي حتى الآن. في عندنا كمان تعدد الزوجات لم يسبب أي مشكلات، على العكس في مصر القديمة كثيرا ما كانت العشرة والصداقة تجمع بين الزوجات، ولدينا أمثلة على ذلك. نذكر منها آميني، أحد نبلاء الدولة الوسطى، كانت لديه زوجتان،
كانتا صديقتين. أنجب من الزوجة الأولى 3 بنات وولدا واحدا، ومن الثانية أنجب 5 بنات وولدان. وبنلاحظ في كل واحدة منهم سمت بنتها على اسم الزوجة التانية، وده بيدل على مقدار التفاهم والود اللي جمع بينهم. معلومة عن النوبة: النوبة دي مدينة في محافظة أسوان جنوب مصر. النوبة معروفة باسم إنها أرض الذهب، وفي اللغة المصرية القديمة كلمة نوب تعني الذهب، وسميت النوبة بهذا الاسم لأنها أرض الذهب، فقد كانت غنية بهذا المعدن النفيس منذ القدم وحتى الآن. العروسة زمان كانت هي اللي بتخطب العريس، مش العريس اللي بيخطبها. اتعلمنا من أجدادنا كل العادات الموجودة عندنا دلوقتي، اللي هي المهر، الدبلة، القايمة، وتعدد الزوجات ما ننساش. سن العريس زمان كان لا يقل عن 15 سنة. عندما يحب يسمي زوجته أختي، دلالة على عفة مشاعرها. وعندما يرغب الزوج الزواج منها، بيقدم لها خاتم الزواج، وهو عبارة عن حلقة لا تنتهي، دليل الارتباط الأبدي بين الزوجين. إخناتون صاحب نظريات تقدمية في الدين والفن والحياة الاجتماعية، تحول من عبادة آمون إلى عبادة آتون، وهو الإله الواحد الذي يختفي وراء أو خلف قرص الشمس ولا يراه أحد، لكنه يهب الحياة من خلال إشاعتها الدافئة، ولا يتجسد في أي شكل معروف سواء آدمي أو حيوان. ليس له كهنة، إنما إخناتون هو نبيه وكاهن الوحيد. أيضا جدير بالذكر أن الكيميتيين هم أول من عرف الطب بصفة عامة زي ما قلنا قبل كده، وخصوصا طب الأسنان. اهتموا بعناية الأسنان والفم واللثة والفكين، وبيراعوا في علاجهم إن هم نظافة الأسنان والفم. كانت أول فرشاة أسنان لديهم مصنوعة من غصون الأشجار العطرية، مضاف ليها بعض المساحيق العطرية لإضافة رائحة جيدة للفم والقضاء على الفطريات. استخدم المصريين القدماء مشروبات مصنوعة من الأعشاب مثل اليانسون والكندر وغيرها من المشروبات، استخدموها لتقوية الأسنان. وفي أعشاب أخرى استخدموها للتخدير أثناء العمليات الجراحية على اختلاف أنواعها. وابتكروا كمان أدوات شديدة الدقة لفحص الفم والفكين وعلاجهم، مثل المنشار الطبي، الإزميل، وغيرهم المستخدمين في جراحة الأسنان. قال هيرودوت زمان إن المصريين القدماء الكيميتيون كانوا لا يعرفون الفول، ودي معلومة غير صحيحة، إذ أن الكيميتيين يعرفوا الفول ومنتجات أخرى عديدة في عهد الملك تحتمس الثالث. كمان ادعى هيرودوت أن المصريين الكيميتيين كانوا بيعجنوا العجين بأقدامهم، وده أيضا غير صحيح ومخالف للواقع، لأنه يوجد صور في المتحف المصري لسيدات تعجن العجين في إناء بأيديهم. ويجب أيضا أن نعرف وأن نكون متأكدين أن المصريين القدماء الكيميتيين لم يعرفوا أبدا القرابين الآدمية، ولم يقدم أي منهم أضاحي من البشر في أي مناسبة من المناسبات، وده على عكس حضارات تانية كتير كانت متعودة إنها تقدم أضاحي من البشر. وكان عندنا قصة معروفة، قصة عروسة النيل الشهيرة طبعا، لكن دي مجرد أكذوبة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. أقدم أسماء مصر. كان لمصر في العهد القديم أسماء مختلفة، من أهمها كيمت. سميت كيمت وتعني الأرض السوداء، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى طمي النيل الأسود. وكانت أيضا تسمى داجر،
وتعني الأرض الصفراء نسبة إلى رمال الصحراء الصفراء. كان المصريين القدماء بيلبسوا اللون الأبيض، كان لون للحداد عندهم وليس اللون الأسود. برضو نحب نقول إن الفنون بدأت في كيميت، وأول راقصات باليه كانت في التاريخ المصري مرسومة على مقبرة النبيل ميحو وزير الملك بيبي الأول الأسرة السادسة في عام 2500 قبل الميلاد. في بعض الأسماء الكيميتية أحب أقولها زي تويا، نانيس، أمونت، نوت، إزيس، نيت، نفرتاري ونفرتيتي، سانتيث ونفرت، ميرت، وفي كمان اسم تي، نونيا ولاميسا وكاوت وبسشات، كليوباترا وحتحور. سؤال كده على الماشي، كم عدد زوجات الملك رمسيس الثاني؟ ومين هي أشهرهم؟ نجاوب. الملك رمسيس الثاني كان ليه أكتر من 40 زوجة، وكانت أشهر زوجاته الملكة نفرتاري، وكان ليه حوالي 100 ابن، وأهمهم ولي العهد مرنبتاح وميرت أمون. كانت الكتابة الهيروغليفية هي الكتابة المقدسة اللي كان بيستخدمها الملك والكهنة، وكانت الكتابة الإدارية اللي بيستخدمها النبلاء ورجال البلاط وأفراد الشعب، هي اللغة المصرية القديمة. ثالوث منف أو منفيس دي أول عاصمة للدولة الموحدة في عام 3200 قبل الميلاد. الإله بتاح إله الفنانين والحرفيين، صاحب نظرية منف للخلق بالقلب وبالكلمة. والآلهة سخمت اللبؤة آلهة الطب وزوجة الإله بتاح في ثالوث منف، وهي أحد أشكال الآلهة حتحور. الضلع الثالث هو الإله نافرتوم إله الشفاء ابن بتاح وسخمت. في ثالوث منف هو رمزه زهرة اللوتس الذي يستنشق عبيرها الإله رع. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجنا المستمع المذيع في مقتطفات كيميتية، وشكرا جزيلا للأستاذ بشار الضلي، استمتعت بوجودي معكم، شكرا لكم جميعا. ولحد هنا خلصت حلقتنا، حلقة مقتطفات كيميتية من برنامج المستمع المذيع. وكل الشكر وجزيل الشكر لطاقم عمل قناة أو راديو سنابل FM، والشكر كل الشكر للأستاذ بشار الضلي. شكرا لكم مستمعينا. كل الشكر لمستمعنا المذيع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج المستمع المذيع. كان معكم في الإشراف العام فاضل حماد، في الإشراف الإذاعي محمد الخالد، في الوصل الفني والتقني محمد الكنف وحمد الهيشل، وفي الكنترول باسل حريب. في إعداد وتقديم وإخراج هذه الحلقة محدثكم من وراء الميكروفون بشار الضلي.